ما كفاية نوم، يلا يلا اقعد بقى. شكو جبتوا ذهب؟ انت عبيط يلا ولا ايه؟ ما قلنا لك ما فيش ذهب، وكل ده كان علشان نستدرجك هنا. عمي انا اثنين بالمنطقة ما يعرفوني، تستدرجوني على شنو؟ اقول لك ايه، انت باين عليك مصري مش كده؟ مصري وعليش يعني؟ كده شكلك وجلبيتك بتشبهنا قوي. لا عمي انا عراقي بن عراقي. إيه بس شكل جوكر يرهم ويا كل الناس. حتى مرة من كنت طفل جونا سياح من اوكرانيا ورادوا ياخذون وياهم من راحوا وعبالهم ابنهم اني، وهمزين ما رحت وياهم، كان هسه متت بالقصر مال روسيا. يا اسطى ايه في ايه؟ انا فتشت شنطة الراجل ده وما لقيتش فيها فلوس. امال لقيت ايه؟ 7 جلابيات زي اللي لابسها دي. الجلابيات بس؟ يعني ما فيش حتى ملابس داخلية؟ لا عيني ذاك اليوم سمعت هاي الدكتورة الكويتية فوزية تقول اللبسان مو زين على الصحة، ومن يومها بطلت بعد ما البس. امال فلوسك فين؟ والله جبت وياي بس 70,000 عراقي. قلت اروح ازور شرم الحج ما ادري شو اسمه، اونس روحي شوي وارجع لاهلي. هنعمل ايه فيه دلوقتي يا اسطى؟ ده موبايله حتصل على مراته واقول لها تدفع لنا فلوس ولا حنقتله. الو منو؟ احنا عصابة اختطفنا جوزك في مصر. وعليش اختطفتوا؟ شنو هو قابل عالم مال ذرة؟ بقول لك ايه، انتوا لو ما دفعتوش لنا 200,000 دولار احنا حنقتله. شو قد راضين ندفع لهم؟ 200,000 دولار يعني 20 شدة. ومنين نجيب هاي الفلوس؟ بيعوا البيت وادفعوا لهم. والله بعنا البيت ودفعنا لهم الفلوس وكتلوك. ذاك الوقت شلون؟ هم نتهجول وهم نترمل، فخلينا ارامل وبيتنا ساترنا احسن. ايه ده؟ دي قفلت الخط. بس ما افتهمنا راح يبيعون البيت على مودي لو لا؟ اما صحيح انت عبيط. هنعمل ايه في الراجل ده دلوقتي؟ هنسيبه ونمشي. شنو تمشون؟ على الاقل فكوا ايدي. لا انت هتفضل كده لحد ما تموت وتعفن. لا يا معودين على بختكم. اقول لكم شيء، انا جايب فلوس الذهب وياي بس ضامها بمكان ما حد يندل غيري. خبيتها فين؟ ما اقول لكم الا تفكون ايدي. يا اسطى دي الكبيرة بعتها لي رسالة بتقول هاتولي اياه. ايه الكبيرة؟ لا مش هنقدر ناخده ليها. وليه يعني؟ دي الكبيرة لو عرفت ان الواد ده عراقي هتقتله اوام. وليش يعني ايش عندها هاي الكبيرة ويا العراقيين؟ بص يالا، احنا هناخدك ليها بس اوعى تتكلم ولا كلمة، احنا هنقول لها ده اخرس. وليش يعني غير تفهموني؟ زي ما قلت لك، لو عاوز تعيش ما تحكيش معاها ولا كلمة، فهمت؟ اهو ده يا كبيرة جبناه. ده خليجي ولا مغربي ولا ايه اصله؟ لا ده للمؤاخذة ملهوش اصل. خلاص خدوا منه فلوس وارموه في الصحراء. بس هو ما معاش فلوس. ايه يعني ما معاش فلوس؟ امال مش هو كان جاي علشان يشتري الذهب المزيف بتاعنا؟ ايوه هو ما معاش فلوس في شنطته، بس زي ما قال لينا فلوس. قال لكم ازاي وهو اخرس؟ بقصد كتب لينا في ورقه انه فلوس مخبيها في مكان بس هو يعرفه، مش هيقول لنا على المكان الا لما نطلق سراحه. هتقول لي فين خبيت الفلوس ولا لا؟ نزلوا كمان. المرة دي حنقصرك بين دول لو ما قلتلناش فين الفلوس. اقصروا يا اولاد. هو حصل ايه؟ البتاع وقفت ليه؟ الكهرباء طفت يا كبيرة. الواد ده باين انه مش هينفع معاه التعذيب، انا عارفه ازاي اخليه يعترف. ازاي يا كبيرة؟ هحلق له شنبه. لا الا شواربي. اهو طلعت بتعرف تتكلم يلا. والله اللي يطخ شواربي ايده قصها. وطلعت عراقي النوب، والله اليوم الا طين عيشتك. هلو انت هم عراقيه؟ على وقتك حجيه شو صارت بالشوت كان اليوم الا اصلخ جلدك. ما ادري اذا انت عراقيه بعد عليش هيك تكرهينا. انا مو عراقيه بس اعرف احكي عراقي بطلاقه، ولو بيدي اشرب من دمكم انتم العراقيين. يا ستار يا ربي. غير تقولي لي شو مسوي لك احنا؟ انشبوا ولا تحكي. اذا حكيتي لي عليش هيك تكرهينا فراح ادليكم على مكان الفلوس. خوش معلش يا كبيرة، احنا كده هنستفاد منه، ولو قتلتيه مش هنحصل منه حاجة. هاي هي
راح احكي لك سالفتي بس بعدها لازم اقتلك. لا ان شاء الله ما تقتليني، احكي. هاي بشبابي بال67 كانت عندنا قاع انا ازرعها، لان انا الوحيده لابوي وما عندي اخوان، وابويا رجال طفت عينه من ورا السكري. بس دام حفرت بير وطلع لك ذهب. لا ذيك القصه بس نصبنا بيها عليك. المهم يوم من الايام كنت اشتغل بالقاع، يا ساتر ايه ده؟ لما رحت للمكان اللي وقعت بيه الطياره لقيتها طياره عراقيه وموقعها الجيش الاسرائيلي، والطيار العراقي فاقد الوعي. يهدري الطيارة عراقية ايش عدها تفتر فوق مصر؟ شنو فيلم هندي؟ ولك الاخبر غير بوقتها لما اسرائيل احتلت سيناء صار تحالف بين مصر والعراق وسوريا حتى يطردوها منها. ها صح، كملي. فرجعت للبيت واخذت زمالتي ورحت حطيت الطيار عليها وجبتها للبيت. أنا وين؟ انت بين اهلك يا بطل. امك ايه يا اخويا؟ ده انت الطيارة بتاعتك وقعت وانت كنت مغمي عليك وانا شلتك وجبتك معايا للبيت. يعني ايش قد صار لي ببيتكم؟ اسبوع وانا برضو عالجتك وخيطت جروحك والحمد لله صحتك بقت كويسة اليوم وصحيت. اقول لك بتحب اطبخ لك ايه؟ لا رحم الله والديش، لازم ارجع للبيت. مش هتقدر، الجيش الاسرائيلي محتل المنطقة كلها ولو شافوك حيقتلوك. وطبعا بقى يمنا وقمت اعلمه يحكي باللهجه المصريه. لا عاد البازونه شو تسموها؟ بازونة ايه يعني؟ يعني هاي اللي تسوي مياه وشو تسموها؟ نسميها قطة او بسة. قطة؟ والله ولا تجي بلساني. ليش ما تجينا انا اعلمش تحكين عراقي؟ وصدق علمني احكي عراقي وعلمني حتى على عاداتكم وعلمني قولات وهوسات وعلمني على لعبة الصقلة. حجية ما طول تعلمت كذني منه، هذا معناته شيء واحد. وشنو هو؟ معناته انت حبيتيه. ايه صح، مو بس انا حبيته هو هم حبني. ايه وتالي اقول لك انت وقفتك وياي وهاي العشرة صارت بيناتنا ابد ما انساها، ومثل ما تعرفين انا حيل احبك واعزك، وبالتالي اريد احول هذا الحب والعشرة الى زواج حتى نبقى طول العمر سوية. ايواني راضية، بس بالاول لازم ارجع للعراق واخذ موافقة ابويا وامي لان هاي من تقاليدنا. وبالفعل انسحبت القوات الإسرائيلية من سيناء شوية وهو قرر يستغل الفرصة حتى يرجع للعراق وبعدين يجي يتزوجني. انتظريني ها، مو ارجع القاك متزوجة. لا تخاف اني الك لاخر يوم من عمري. ورجع هو للعراق وانا ظليت انتظره سنة، سنتين، 10 سنوات، 55 سنة وانا انتظره، ولهاي اللحظة ما رجع. يابا والله وفية انتي. انا وفيت وياه بس هو كذب علي وباع العشرة، ولهذا الشيء اللي تحقد على كل العراقيين. اقول لك هو اسمه كان عبد الباري مو؟ ايه بس شلون عرفت؟ واذا قلت لك هذا خال ايش راح تقولين؟ طلع خالك، هسه قتلك صار حلال. دقيقة حجي قبل لا تقتليني، تعرفين هذا خالي عبد الباري من صدق رجع للعراق واخذ موافقة امه وابوه. ايه بس خطية من رجع مرة لأخذ مصر حتى يتزوجك وقع بكمين للجيش الاسرائيلي وقتلوه هنا بسيناء. هاي شنو؟ لا تكذب علي ولك. لا والله، واصلا اندفن بالمكان اللي استشهد بيه، واذا ما تصدقين راح اخذك على قبره. الف رحمة على روحك حبيبي عبد الباري، كنت ظالمتك وظالم العراقيين طول هاي الفترة. هو هذا احنا طول عمرنا مظلومين من النسوان، بقت عليك. هاب زيدان ايش عندك هنا؟ حمودي والجماعة انتوا ايش جابكم هنا؟ إذا عجبكم الفيديو لا تنسون تدوسون لايك وتشتركون بالقناة وتفعلون الجرس حتى يوصلكم كل شي جديد.